أنا عايز أسجّل موقفين حصلوا معايا في أمريكا بخصوص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا ساكن في نيوجيرسي وشغلي في نيويورك، وحاطط صورة الرئيس السيسي في العربية من قدّام ومن ورا. ففوجئت في الإشارة سواق أمريكاني وقف جنبي وبيقول لي: "Who is it؟" مين ده؟ أيامها كان الانتخابات بتاعة سيادة الرئيس، فقُلت له: "This Major General عبد الفتاح السيسي Egyptian Major General." فقال لي: "Are you like him؟ يعني أنت بتحبه؟" I said: "Yes, I like him." He said: "Why؟ ليه أنت بتحبه؟" فقُلت له: "Because he stopped leaking American money was sinking by Obama to the terrorism in Middle East. Obama sent the money for terrorism in Egypt to fight the public, but Mr. Sisi stopped this leaking of American money. Then he saved money for American citizen." And the guy was very, very happy that if he did that, I like him too. The American said that to me. ده كان موقف خلّاني حسّيت بالسعادة إن قدرت أوصّل رسالة وخلّيت اللي بيسمعني يحب الرئيس السيسي. الموقف التاني أنا برضك كنت على بروكلين بريدج بالعربية بتاعتي، ولقيت صوت من ورايا بيقول: "الله أكبر، الله أكبر." وده طبعًا حاجة غريبة بالنسبة لي وإحنا في أمريكا. فبصيت لورا وهدّيت لقيت سواق تاكسي مصري جه جنبي وبيقول لي: "صورة السيسي اللي في العربية جميلة أوي، ادّيني واحدة." قُلت له: "دي للموعودين مش للحسّابين." أنا موعود بيها الصورة دي وربنا عطاها لي. فإحنا سفراء لمصر في أمريكا، وبنعرف نوصّل الرسالة كويس أوي، 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 وبنعرف نقنع الأمريكان. لإن الأمريكان أنا جيت للأمريكاني من ناحية الدولار، لإن أعرف إن هم يحبّوا الدولار ويعبدوه، وعشان كده قُلت لهم: "الرئيس السيسي حافظ على الدولار الأمريكي للأمريكان citizen، الفلوس اللي كانت بتتسرّب للterrorism في مصر، الرئيس السيسي حافظ عليها، وحافظ عليها لينا إحنا كAmerican citizen." موقفين أنا أسعد بيهم و وأفخر إن أنا مصري، وشكرًا.